ماتيلدا تضوج من كلامه، فتقرر تخلي الصمغ بالكاسكيته، وبعد لحظات تيجي امها وتعزمهم على الغداء، وهاري يلبس الشفقة ويركبون بالسيارة ويروحون. ولما يوصلون للمطعم يحاول هاري انه ينزع الكاسكيته بس هو ما يقدر، فتيجي عليا زوجته وتحاول تساعده وتصير فوضى بالمكان والاكل يوقع، وماتيلدا تكون قاعدة تاكل ومستمتعة. ومن يرجعون للبيت زيني تضطر انه تقص القبعة، بعدها يقعدون يشاهدون التلفزيون، وهاري يطلب من عندهم انه يطفون الاضوية على مود يشاهدون براحتهم، فمايكل يطفي الضوء اللي يمه، لكن ماتيلدا ما تطفي وتبقى مركزة بالقراءة، وهاري يعصب ويقوم يطفي الضوء وياخذ الكتاب من ماتيلدا ويمزقه، فماتيلدا تضوج وتضطر ان تبوع التلفزيون بغضب، بس فجأة التلفزيون ينفجر وهاري يستغرب وما يكون فاهم اللي دا يصير. وبيوم من الايام يكون هاري بالشغل ونشوفه هو يحكي ويا مديرة مدرسة، وهاي المديرة كانت تريد تشتري من عنده سيارة، وهاري يستغل الفرصة ويقول لها انا راح انزل لك من سعر السيارة، لكن هذا الشيء بمقابل انه انت تقبلين ماتيلدا بنتي بمدرستك، وبالفعل هي توافق. ولما يروح للبيت يقول لماتيلدا انا سجلتك بالمدرسة، وماتيلدا من تعرف تفرح هواية. وبثاني يوم ماتيلدا تقعد بكل نشاط وحيوية وتبدل ملابسها وتروح للمدرسة، لكن اول ما تنزل من السيارة تنصدم من شكل المدرسة الغريب وتشوف المديرة الضخمة وتحس بالقلق. بعدها تتعرف على بنات اثنين، الاولى يكون اسمها لافندر والثانية يكون اسمها هورت، ويقولوا لها انه مديرتهم اسمها اكاثا، وهي كانت بطلة رياضية برمي الرمح، واكاثا عصبية جدا وما تقبل تشوف الطلاب ياكلون حلويات. وفجأة تشوفها رايحة الطالبة اسمها اماندا، وهي تعصب عليها بسبب تسريحة شعرها الغريبة، وايضا ماتيلدا تكون مصدومة من التصرف اللي دا يصير بهاي المدرسة. بعدها الطلاب يروحون للصف ونتعرف على معلمتهم اللي يكون اسمها هاني، وهي ترحب بماتيلدا وتقول للطلاب انه ماتيلدا جديدة على المدرسة او لازم تقدموا لها كل وسائل المساعدة، وماتيلدا تفرح لان حست نفسها هي بمدرسة راقية. وهاني تطمن ماتيلدا وتقول لها احنا راح نراجع الدروس اللي اخذناها بالسابق، واني اذا سألت اي سؤال وانت عرفت الاجابة ارفع ايدك. وبالفعل هاني تبدا تراجع لهم جدول